وكيل محمود بنتايج تواصل مع بعض الوكلاء اللي بيتعاملوا مع النادي الاهلي، وايه رايكم يا جماعه لو محمود بنتايج راح الاهلي؟ يا باشا يشرف، ولكن مفيش تواصل هيحصل من مسؤول في النادي الاهلي غير لما محمود بنتايج يكون حر نفسه، ملوش علاقه بنادي الزمالك. فسخ عقده، مشوه، عمل مدته خلصت، اي حاجه، ولكن طول ما هو مناسب او متاح ان النادي الاهلي يتفاوض معاه هيتفاوض معاه. وهي دي سياسه النادي الاهلي الفتره اللي جايه. سياسه النادي الاهلي اي لاعب متاح من اي نادي متاح التفاوض معاه هيتفاوض معاه. لكن طول ما محمود بنتايج على ذمه نادي الزمالك ماليش دعوه بيك، ولا هكلمك ولا هقول لك ولا ماليش علاقه. انتوا حرين، انتوا وكلاء بتتكلموا مع بعض، وكلاء بتتكلموا مع بعض. حتى لما اتسال مسؤول في نادي الاهلي عن الامكانيه يعني قال له اه طبعا ينور، ولكن انا مالي، انا مش دعوه، مش هتكلم معاه. تكلمه قال لك لا مش هكلمه. اكلمه ليه؟ ما هو انا ما ينفعش اكلمه هو على ذمه